تخيل معايا كده اتنين دكاترة قاعدين في معمل، واحد بيقول للتاني إن الاختراع ده هيسكن آلام البشر. حط بس حتة أفيون صغيرة تحت لسانك علشان توصل للدم أسرع. فالتاني يرد عليه وعينه تحتها هالات سودا ويقول له طب ما نسميه مورفين على اسم إله الأحلام. المشهد الكوميدي الأسود ده هو بالظبط اللي حصل في تاريخ الطب. بس الصدمة الأكبر مش هنا يا عزيزي، الصدمة إنه في دولة العالم كله اجتمع في أول مؤتمر دولي لمكافحة المخدرات سنة 1909، والدولة دي ما اتعزمتش أصلاً. ليه؟ لأن إنتاجها من المخدرات كان لا يكاد يذكر. أهي نفس الدولة دي وبقدرة قادر بتتحول في زماننا الحالي لإمبراطورية بتنتج 85% من أفيون الكوكب، وبتتسمى رسمياً دولة المخدرات. أهلاً بيكم في حكاوي الرغايين. تخيل يا عزيزي وردة بنفسجية شكلها يبهج العين في وسط حقل واسع مليان بالتفاؤل. الوردة البريئة دي كانت سبب في عشرات الحروب وملايين القتلى والمشردين. الوردة دي مليانة تناقضات مرعبة، بيخرج منها المورفين اللي بيسكن آلام عشرات الملايين دلوقتي، وبرضه بيخرج منها الكودايين واللي بيعالج الكحة، وفي نفس الوقت هي اللي بتطلع الهيروين واللي بيدمنه 2.5 مليون أمريكي، ومسؤول عن حالة وفاة من كل 5 حالات بسبب المخدرات في أمريكا. التاريخ مع الوردة دي كان غريب شويتين. البشر عرفوا الأفيون من 3400 سنة قبل الميلاد في حضارة ما بين النهرين، وكانوا بيسموه نبتة البهجة. اليونانيين والفرس خدوه، وحتى الفراعنة تحتمس وإخناتون وتوت عنخ آمون كانوا بيستوردوه، وكانوا بيستخدموه علشان يهدوا بيه العيال الصغيرة وتبطل زن. أما بقى الإسكندر الأكبر فنشروا في الهند وإيران في القرن الرابع قبل الميلاد، والتجار العرب دخلوه الصين في القرن الخامس الميلادي. الأفيون احتل العالم حرفيا. وفي القرن ال16 بقى الكيميائي السويسري باراسيلوس عمل خلطة سحرية: أفيون، ليمون، برتقان، وشوية ذهب حقيقي، وسماها لودانوم، وبقت هي العلاج السحري في أوروبا لحد ما جه الصيدلي الألماني فريدريك سيرترنر سنة 1803 وفصل بقى المورفين من الأفيون وسماه على اسم إله الأحلام مورفيوس، وقال عليه دواء الرب لأنه آمن وفعال. بس طبعا طلع بقى بيعمل إدمان، وهنا جه دور البطل الإنجليزي تشارلز رايت سنة 1874 اللي سخن المورفين مع شوية كيماويات علشان يخترع مادة تعالج الإدمان ده، فطلع لنا بالهيروين. تخيل تروح لدكتور علشان تتعالج من إدمان فيكتب لك سطرين هيروين تشدهم وبالهنا والشفا. في الخلفية بقى كان في شق تجاري شغال. الإنجليز عجبهم الموضوع جدا وبقوا يزرعوا الأفيون في الهند ويبيعوه في الصين. ولما الصين قالت لا كفاية كده، إنجلترا دخلت معاهم في حرب اسمها حرب الأفيون الأولى، كسبت وغرمت الصين وخدت كمان هونج كونج سنة 1842. ولما الصين بقى اعترضت تاني قامت حرب الأفيون التانية سنة 1860 ولبسوهم غرامات أكتر وأكتر. إمبراطورية بتشتغل بمبدأ هتشتري كيف وبالعافية. لما الدنيا بقى ضلمت العالم قلق وعملوا أول مؤتمر دولي لمكافحة المخدرات سنة 1909 وكان في شنغهاي. وقتها العالم كان بينتج 41 ألف طن أفيون، الصين لوحدها بتنتج 85% منهم، وتركيا وإيران برضو مشاركين. طب فين أفغانستان بقى؟ أفغانستان ما اتعزمتش، دي دولة في سنة 1932 كانت بتنتج 70 طن بس، وكان للاستخدام المحلي مقابل 6000 طن للصين. طب ازاي بقى الدولة اللي بتنتج 70 طن دي وصلت في 2017 إنها تنتج 9000 طن، 85% من إنتاج الكوكب؟ تعال أحكي لك بقى اللعنة الجغرافية. أفغانستان دي دولة حبيسة ما بتشوفش بحر، ودي مشكلة كبيرة. المشكلة الأكبر بقى إن هي محطوطة في صينية كده في نص العالم ما بين الصين وإيران وباكستان وتركيا، بوابة الهند وطريق الحرير التاريخي. أي حد عايز يتخانق في الكوكب كان لازم يعدي عليها. الإسكندر ضرب فيها، جنكيز خان ريح فيها، والحضارة الإسلامية سمتها خراسان، والصفويين كمان ميلوا عليها. ده حتى في القرن ال19 حصلت حاجة اسمها ذا جريت جيم،
أو اللعبة الكبرى. الإمبراطورية البريطانية خافت إن روسيا تاخد أفغانستان وتبقى محطة تموين للوصول للهند، فقامت إنجلترا محتلاها قال علشان تحميها من الروس. وفضل الوضع كده بقى لغاية 1919 لما جه أمان الله خان، خد بقى الجيش الأفغاني واستغل إن الإنجليز لسه طالعين من الحرب العالمية الأولى وضربهم في الهند، وفي 3 شهور بس كسب الاستقلال. أمان الله بدأ بقى الإصلاحات، بس علشان هو حاول يغرب البلد بطريقة مش ماشية قوي مع عاداتهم عزلوه في 1929 ونفوه على سويسرا. جه بعده بقى سنة 1933 الملك محمد ظاهر شاه، وده قعد 39 سنة. ظاهر شاه أصدر قوانين صارمة جدا سنة 1945 تمنع الأفيون تماما، وفي 1956 الإنتاج نزل ل 12 طن بس. سنة 1953 ابن عم الملك محمد داود خان بقى رئيس وزراء، وعمل بقى شوية مشاكل حدودية كده مع باكستان. الملك شال داود سنة 1963. داود استنى الملك يسافر يتعالج في إيطاليا سنة 1973 وعمل انقلاب بمساعدة الحزب الديمقراطي الشعبي. وفي السبعينات بقى تركيا وإيران منعوا الأفيون، فبدأت أفغانستان تسد الفجوة دي في السوق، ومجلس مكافحة المخدرات حذر منها بشدة سنة 1971. وفي 1978 الأكشن الحقيقي بدأ بثورة الثور. داوود اتقتل والشيوعيين مسكوا البلد برئاسة نور محمد تراقي. عمل بقى سياسات زراعية غبية خلت الفلاحين يعملوا انتقادة هرات سنة 1979. تراقي كلم السوفييت علشان يلحقوه. رئيس وزراء السوفييت رد برسالة تاريخية: لو بعتنا لك قوتنا فاحنا هنحارب شعبك مش عدو خارجي، والشعب عمره ما هيغفر لنا. تراقي اتجنن وقتل 25 ألف معارض. هنا بيظهر حفيظ الله أمين وزير خارجية تراقي، قام قاتل تراقي نفسه ومسك هو الحكم. بس حفيظ الله ده بدأ يميل بقى للإسلاميين والباكستان. طب تفتكروا بقى السوفييت سكتوا؟ أكيد لأ، بعتوا قوات دخلت أفغانستان وقتلت حفيظ الله، والشعب الأفغاني ما سكتش للتدخل السوفيتي السافر ده، وبدأت الحرب السوفيتية الأفغانية الطاحنة واللي قعدت 10 سنين. الحرب دي دمرت أفغانستان، 10% من الشعب مات و40% بقوا لاجئين. البلد 85% منها فلاحين، هيعملوا إيه طيب علشان يعيشوا؟ ظهر بقى مصطلح الأفيون مقابل السلاح. الشعب يزرع علشان يشتري سلاح يحارب بيه السوفييت، والإنتاج نط ل 14% نمو سنوي ووصل ل 1200 طن، وده تقريبا كان 35% من إنتاج العالم. سنة 1989 السوفييت هربوا والبلد دخلت في حرب أهلية ما بين فصائل المجاهدين، كل فصيل همه إنه يبيع أفيون أكتر علشان يتسلح. الخبرات اتراكمت والإنتاج وصل ل 3400 طن، وفي 1999 بقى 4600 طن. دول عملوا بورصة للأفيون بتنظم الإنتاج وبتحدد السعر. في 1996 طالبان سيطرت على البلد. في الأول سابوا الأفيون شغال عادي وفرضوا عليه ضرائب 10% وزكاة 20%، لغاية سنة 2000 قرروا فجأة إن هم يمنعوه كلياً وبعقوبات شديدة. المفاجأة إنهم نجحوا، وإنتاج سنة 2001 نزل بنسبة 95%. لولا أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 أمريكا دخلت أفغانستان وشالت طالبان وحطت حامد كارزاي ومن بعده أشرف غني لحد ما انسحبت سنة 2021. سنة 2017 وتحت عيون أمريكا أفغانستان كسرت كل الأرقام وأنتجت لوحدها 9000 طن أفيون، وده 85% من إنتاج الكوكب. ومش أفيونه بس، دول دخلوا كمان مخدر الماث أو الميثاميفيتامين، وبقوا يغطوا 90% من سوق إيران سنة 2019. الضريبة الحقيقية ما كانتش بره، ولكن الضريبة دفعها الشعب الأفغاني من دمه. تقارير الأمم المتحدة مرعبة. في 2005 نص مليون مدمن في أفغانستان، و2010 مليون مدمن. أما بقى 2015 فوصلوا ل 2 مليون مدمن، حوالي 13% من الشعب. وللأسف يا عزيزي تلت الرقم ده أطفال تحت سن ال 15 سنة.
الأهالي من كتر الفقر والجوع والصدمات النفسية بقوا بيأكلوا عيالهم أفيون علشان يسدوا جوعهم، لأنه أرخص حاجة في البلد. العيال بتكبر والإدمان بيجري في دمها، وفي النهاية الأفيون وردة سحرية فيها الخير والراحة لآلام البشر، وفيها العذاب والهلاك لنفس البشر. سحرية لدرجة إنها قدرت تحتل دولة كاملة وتسيطر على اقتصادها في أقل من 50 سنة. يا ترى بقى أفغانستان هتعرف في يوم تتعافى وتقضي على الوردة دي، ولا اتكتب عليها إنها هتفضل في صراع أبدي، مرة مع المحتل ومرة مع الطماع ومرة مع الوردة؟ ولو عجبك الفيديو بتاعنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أهلا بيكم في حكاوي الرغايين.